المشكلة لما امشي صح هخسر؟ مش ممكن اخسر، مش هخسر والله ما هخسر. ممكن ما تكسبش كتير في الدنيا بس مش هتخسر. تقول ازاي مش هخسر؟ اقول لك لان الحاجة اللي هتفوتك في الدنيا حقيقة لا قيمة لها جنب الخسارة اللي ممكن تكون موجودة عندك. جنب الخسارة فكر. بعض الناس تيجي تقول لك ايه في مسألة المصافحة اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي، تلاقي حد مثلا مد ايديه وسلم وبتاع، طب ما ده حرام، يقول لك ما انا اتكسفت. طب انت اتكسفت بسيطة كده، انت كسفت من مين؟ من الشخص اللي قدامك؟ من الست اللي قدامك دي؟ كسفت ان انت تمد ايديك؟ طب ما كسفتش من ربنا ساعتها؟ يقول لك ما ربنا غفور رحيم. هو غفور رحيم ولا هين؟ ما هو غفور رحيم وشديد العقاب، بس انت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى ان هو غفور رحيم. يعني ايه غفور رحيم؟ غفور رحيم يعني اذا اذنبت وعصيت وخالفت واقبلت عليه اللي يحصل يغفر لي ويرحمني. ولا انت قصدك ان غفور رحيم دي يعني ادغدغ الدنيا معاصي ومخالفات واقضيها زي ما انا عايز واروح له اقول له ربنا انا جيت هتغفر لي وترحمني؟ هو ده اللي تصورك عن الله عز وجل؟ هذا الظن السوء في الله. قال كلكم ضال الا من هديت فاستهدوني. انت بتعمل حاجه، انكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا سأغفرها لكم. قال كده؟ ما قالش كده. قال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اعمل حاجة. وطبعا ما ينفعش ان انا استغفر من الذنب وانا مقيم عليه. ليه؟ لان المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بالله.